السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. اليوم وصفتنا سمك موفى على مع ملوح مع بسباس أبو قبو. والوصفة الثانية سوسي السوسي، طريقة السوسي. معانا هنا السمك 3 حبة كبيرة وحبة وسط وحبة صغير. معانا الحوائج، آه، أنواع الحوائج الذي تحبيه، معاكي كاري، فلفل أحمر، آه، بابريكا، معانا هنا كبزرة مطحونة، معانا حوائج مشكل، معانا ثوم، معانا ليمون، معانا كبزرة خضراء وفلفل أسود. طبعا كله بكتبه بالوصف عشان ما يفوتي، عشان لو ما لحقتيش هنا ايش البهارات تعرفيها من صندوق الوصف. الآن بنقلبهن مع بعض بالليمون وشوية ماء. هذه الليمون حبة كبيرة، وبتقلبيها مع البهارات وشوية ثومة وشوية ماء والملح طبعا أكيد. الآن بنعمل اسمه. طبعا لما تشوفوا البهارات كثيرة، هي مش كثيرة، لا، بس لا، السمك كثير، عشان كذا شايفينه كثير، لأن السمك 3 وكبار يحتاجين حوائج، ما كانش طعمه زيادة الحوائج. قلبناه الآن. طبعا غسلنا السمك، غسلناه تمام، وبالليمون والخل عشان الزفارة حقه، وفي فرشة معي خاصة بالسمك. الآن نتبله ونخليه ساعتين 3 عشان يتشرب التتبيلة، يكون طعمه حلو، التحويجة حقه تكون حلوة. أو ممكن تعمليه مثلا بالليل، تدخليه الثلاجة بس بعد ما تغطيه تمام، لأنه عشان ما يديش رائحة للثلاجة بعد التحويجة هذه والسمك كمان رائحته تكون قوية. تغطيه وتعمليه داخل مشمع وتربطيه للصباح، مثلا تخرجيه وتسيبيه ويتشرب اسمه. طبعا هنا نسيت الزيت، عملت هنا 3 ملاعق زيت. رجعت مرة ثانية مسحت عشان 3 ملاعق الزيت. وبنسوي السمك بالتنور، يعني يبسل حلو بسرعة، وبنفس الوقت يكون من داخل أبيض، ما يحتاجش وقت وينشف من الفرن. مثلا إذا الفرن حقك الفرن مثلا بطيء، ولا ما يولعش من فوق وتحت، لأنه بالذات السمك يشتيله حرارة قوية. فالتنور بيخليه روعة زي حق المخابز، مخبز الشيباني حق اليمن، وهذه الأماكن حق اليمن كامل. صراحة الموفى ما فيش أحلى منه، بالذات باليمن تاخذيها جاهزة، ما عاد ما نعملش بالبيت. خلاص الآن خلصنا. الآن صلحناها بالصحن بعد 3 ساعات تقريبا، وحميت التنور، والآن أدخله. في البداية طبعا سخنت التنور حق 6 دقائق، وفي البداية أدخله على شعلة عالية، وبعدين خلاص دحين نجح، نضج الآن، قالوا حلو جدا. الآن أقلبه للصحن التقديم. ألف عافية عليكم. عملنا جنبه ملوح وسحاوق قبن، يا سلام سلم. الآن نجي خلاص الآن خلصنا، ونجي للسوسي. السوسي عبارة عن ملوح مقسم الذي عملناه: سمن بلدي 2 ملعقة، حبة البركة، وهنا عندنا بيض، وحليب، حليب دافئ، حليب ساخن يعني شوية، وشوية سكر. طبعا هذه الأكلة شعبية يمنية شعبية، بس حلوة جدا، تنفع مع الغدا تحلية بدل بنت الصحن، تنفع عشاء، تنفع فطور، حلوة بكل الأوقات وخفيفة. لأن لما تدخلي البيض والحليب ترجع خفتها زي الكيكة كذا، تنتفخ وترجع زي الكيكة.
هذا السمن البلدي ملعقتين، وهذا سكر ملعقة واحدة، وهنا حبة سودا، وهنا الحليب، وهنا 3 حبات بيض. طبعا يا بنات هذا هنا حبة سودا، بندخل البيض بنخلطه مع الحليب. انا ما عملتش كل الحليب لانني شفته يعني شفت انه كثير على الخبز. وطبعا كل محافظة له طريقة، يعني في مثلا أنا شفت بصنعاء يعملوا الحبة الخبز كاملة، مثلا يجي مدار كبيرة يعملوا خبزة كاملة وصغيرة تجي على قدر المدرة، وفي ناس يعملوا انه يقسموا انه صغار، وحسب يعني كل واحد حسب. وناس يأكلوا انه مالح، وناس يأكلوا انه بالعسل. يعني أنا عاملة لكم الآن الذي هي بالعسل، الذي نرشه في الأخير بالعسل. الآن نصب الحليب والبيض، ونرش له السكر يديه تحميرة حلوة بالوجه، ونعمل له السمنة البلدي حق ملعقتين كده كبيرة، وحبة البركة رشة من فوق، ودخليه الفرن حامي. يعني تكوني سخنتي الفرن من قبل ودخلتيه، وتخليه من تحت لحد ما تدخلي مثلا ملعقة، كأنك يعني تدخليها. إذا شفتي إنه البيض خلاص نضج، خلاص تولعي الذي فوق يتحمر وخلاص تخرجيها. طبعا لما تشتي تعمليها قبل الغداء مباشرة، أو قبل الأكل مباشرة، لأنها تؤكل ساخنة بتأكلش باردة. خلاص دخلناها الآن، بندخل الفرن. خلاص الآن خرجناها من الفرن، ونرشها بالعسل وتقدم وهي ساخنة جدا. وبألف ألف عافية على الذي بيأكله وعلى الذي بيجربه. صراحة أكلة حلوة وشعبية يمنية، وإن شاء الله بألف عافية. ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وعشان يوصل لكم كل جديد بالفيديوهات. طبعا هنا روي لكم كيف خفيفة، هي صراحة حلوة. يلا ألف عافية عليكم.